بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ان شاء الله نعمل حاجه مختلفه عن الروتين والطبخ والحاجات دي. صلوا على النبي معايا الاول كده. بما ان سعر الفراخ نزل خالص، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. سعر الكتكوت النهارده مش هتصدقوا بكام مع ارتفاع الاسعار العلاف. جبت معاكم كتاكيت النهارده، كتاكيت بيضة، جبت فراخ بيضة اهي كتاكيت، بسم الله ما شاء الله. دي كتاكيت بيضة اهي، انا جبت 20 كتكوت ان شاء الله كده اهو. مش هتصدقوا سعر الكتكوت النهارده بكام. سعر الكتكوت النهارده بنص جنيه، ومش هتصدقوا برضو بسعر العلف بكام النهارده. العلف في الكيلو ب25 جنيه، يعني الشكارة جملة بين 550 جنيه أو حاجة زي كده. ربنا يسترها ويعدها على خير يا رب. فأنا جبت ال20 دولت، أنا فرحانة بهم هما صغيرين، بس ربنا يسترها بقى ما يكبروا شوية أما نشوف هنأكلهم ازاي. وجبت لهم أملاح معدنية، دي أملاح قصدي معالجة، دي أملاح معالجة للجفاف بتاعت الأطفال. دي الاستقبال بتاعهم لو انت ما جبتلهمش استقبال او حاجه. دي بتاع الاطفال، املاح معالجه الجفاف. اول يومين هنحطه لهم، هحطها لهم في الميه كده. فيلا بينا نطلع هطلع على السطح ونشوف هنعمل لهم ايه. دلوقتي انا طلعت على السطح اهو. فدي بوكسه معايا زي ما انتم شايفينها كده اهي، بالخشب كده اهي، وعامله عليها مسمع من بره. دي سلك ومسمع برضو، عامله عليها من بره عشان الشتاء والسقعه والجو البرد، وعامله فيها لنده كده. فخلي بالكم من اللنده، ربنا يسترها، لان ممكن تفرقع او اي حاجه، ربنا يسترها. دي البوكسه كده بالشكل دي كده، زمان وريتها لكم اهي. فهفرش عليها في قلبها شكاره مسمع كده، او كرتونه، عندك كرتونه اي حاجه افرشها فيها عشان ما تبوظش الخشب. واللنده يكون مسروق قبلها بساعه، قبل ما تحط الفراخ فيها بساعه عشان تدفي المكان، لان الفراخ البيضه بتعوز. اللنده مسروقه كده وتمام كله معانا اهو. فانا هحط على الشكاره دي اللي انا فرشاها، احط عليها تبن بالشكل ده، اللي هو بتاع الغلك اللي انا فلاحين طبعا وعارفينه، او نصاره. نحط فيها تبن كده. حطيت التبن بالشكل ده كده اهو على الشكار، لان بحيث لو اتبل او الفراخ بلته ميه او عكته، فنشتغل الشكاره بحالها وننفضها ونحط واحده تانية، وتبقى الارضيه بتاعه البوكسه اللي هي الخشب دي نضيفه. او لو عندك مكان كويس، اوضه مقفوله او كده، حط فيها عادي. انا مش هحط في البوكسه كلها كده، لان الفراخ صغيره. فانا هحط هنا حاجوز كده بينهم، هحط هنا حاجوز كده بحيث يدفوا وما يكبروا شويه. فانا هسيبها فيها كلها. بعد كده انا هحط الفراخ اهو بالشكل ده. الفراخ هنا كده اهي، وهحطهم في البوكس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الفراخ اهو بالشكل دي كده اهو، بسم الله ما شاء الله. ادعولنا بس ربنا يصححهم لنا يا رب. دي سقيت الفراخ كده اهي، كون غسلاها ومعقماها كويس، وحطها في الشمس برضك عشان اي ميكروب فيها من قبل كده. لو عندك فراخ قبل كده وبطه وانت حاطه فيه، تغسليها وتعقمها حلو بكلور، او تجيب لها ماده معقمه ونحطها في الشمس. انا اول حاجه هجيبها كده، هفتح المحلول بتاع الجفاف كده، بتاع معالج الجفاف بتاع الاطفال، وافضي فيه. لو عندك سقايه صغيره فضي في نص الباكو بس،
انا افضيه كده بحيث ان انا احط الميه تقوم دايبه في ساعتها، احسن ما املى السقايه ميه وارجع احط فيها وتدينا كعكيك. انا مليت السقايه ميه بالشكل ده كده اهو. المحلول ده في ساعتها ما بينلوش اي اثر. ومعايا العلف ده اسمه علف سمسم او علف بادي. علف سمسم او علف بادي تركيزه بيبقى 23%. علف سمسم او علف بادي دي تركيزه 23%. انا قلبت الميه كده السقايه كده اهي. فانا لو سبتها كده فهي الخرمه دي بيفضل ينزل ميه والفراخ وهم صغيرين. لو سبتها كده الفراخ وهم صغيرين هيغرقوا نفسهم ميه وموتوا. لو عندك سقايه صغيره اصغر من دي، في سقايه صغيره كده بتاخد لها ربع رتل اضمن. فانا هحط فيها العلف. احط العلف كده من ان هم يعرفوا ياكلوه بسرعه، ومنهم ما يغرقوش نفسهم برضه. حط داير ما يدور كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لو عندك غطا سقاية كبير بالشكل ده كده اهو، ويكون مش عايزاه او مش محتاجاه في الوقت اللي انت هتعملي فيه الفراخ، او عندك اي حاجه عاليه، هنقوم جايبينها برضو حاطينها كده ونحط عليها السقايه بالميه، بحيث ان ما تتملاش تبنه او نشاره من ده ويجي فيه. دي على رجل الفرخ. ومعايا برضو كعلفها بالشكل ده كده اهي. هحط فيها برضو علف ناشف. حط فيها العلف الناشف كده هعمله بحيث لما يخلصهم اللي هو اللي في الميه دي وياكلوا من ده عادي اهو كده اهو. هو السعر غيرنا اللي هو بنص جنيه، بس ربنا يسترها بقى ان العلف غالي. حطت لهم الكرتونه كده حجوز زي ما انتم شايفين كده اهي، لان البوكسه لسه فيها ورا اهي. فانا حطت لهم حجوز عشان المكان يبقى صغير عليهم وضيق، فبحيث ان هم يدفوا. لو ما عندكش محلول الجفاف او الاستقبال ممكن تحط معلقه سكر في الميه، بتغني برضو عن المحلول. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد والمتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده شكل البوكس اللي انا بقول لكم عليها كده اهو، عاملاها من مشمع من بره. دي دور بردك، وللفراخ فيها دورين. حابة تعملها اعلى من كده عادي، هي بتشتري جاهزة كده، او ممكن تقول للنجار يعملها لك.